عندي سؤال في موضوع قانون الأحوال الشخصية ده، والسؤال ده من زمان قوي والحقيقة ما لقيتلوش إجابة. بس بما إن الموضوع مطروح على الساحة اليومين دول، فأنا قلت يعني أستفسر إيه اللي دخل رجال الدين والدين في قانون الأحوال الشخصية؟ ليه بنلجأ لرجال الدين علشان يحددوا معانا بنود قانون الأحوال الشخصية؟ الدين ده المفروض إن هو علاقة شخصية بيني وبين ربنا، علاقة سرية كده محدش يعرف عنها أي حاجة، بتحكم قلبي، بتحكم أخلاقي، بتحكم تصرفاتي، بتحكم أفكاري، بتحكمني أنا شخصيا. لكن ما ينفعش خالص إن أنا أخلي تعليم دين معين هي اللي بتحدد قوانين الأحوال الشخصية في أي بلد. يعني مثلا في أي بلد متحضر، الناس اللي بتحط قوانين الأحوال الشخصية وأحوال المواطن في العموم دي بتكون ناس مختصة في الموضوع ده، مش رجال دين خالص، مش بيحطوا قوانين الأحوال الشخصية على أساس ديني، وبالتالي بتطلع قوانين الأحوال الشخصية دي قوانين عادلة جدا، فيها مساواة بين الست والراجل. الست بتاخد حقوقها والراجل كمان بياخد حقوق، الست بتعمل واجباتها والراجل كمان بيعمل واجباته وملتزم بيها. ومين اللي بيحكمهم؟ الدولة، القانون هو اللي بيحكمه والقانون بيتنفذ. فانت لما بتيجي دلوقتي تحكم رجال الدين سواء الدين الاسلامي او الدين المسيحي في موضوع قانون الاحوال الشخصيه دي، انت بتحط قوانين غير عادله على الاطلاق. اولا مفيش مساواه خالص بين الست والراجل، لان الدين الاسلامي بيقول لك ناقصات عقل ودين. تاني حاجه، مفيش طلاق في المسيحيه الا في حدود ضيقه جدا. في ناس كتير مش قادره تعيش، بتحاول بكل الطرق والوسائل ان هي تنفصل، وبتضطر ان هي تغير مله او تروح تغير دينها اصلا خالص علشان تتطلق، او بتكمل وتعيش غصب عنها لمجرد ان هي مش قادره تتطلق. وبالتالي كتير قوي ممكن يوصلوا للي وصلت له بسنت من الطرفين، من الديانتين. يا جماعه من فضلكم ارفعوا الحرج عن الدين ورجال الدين في موضوع قانون الأحوال الشخصية ده، وتكون الدولة والمحكمة هي اللي مسؤولة، ويكون في تنفيذ للقانون وتنفيذ للأحكام، وما يكونش في حد بيتهرب. ولازم يكون في مساواة بين الست والراجل. الست كائن كامل، عندها عقل، عندها دين، عندها فكر، عندها إمكانيات وقدرات زيها زي الراجل. لا هي ناقصة عقل ولا ناقصة دين.